السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غالبا وزير التعليم كان قاعد كده بيفكر، بيقول ايه يعني اطلع عين العيال وعين امها ازاي. فقعد يفكر يفكر يفكر، قال لك بس خلاص احنا هنخليهم يروحوا كل يوم، مفيش حاجة اسمها غياب، والغياب ده اصلا عليه الحضور عليه درجات، فممنوع حد يغيب. فقال لك لا، كده عينهم مش طالعة قوي، انا عايزة اطلع عينهم وعين امهم وابوهم. قال لك بس احنا نعمل ايه، ان المدرس يبقى معاه رقبة الطالب. فازاي بقى ان يبقى المدرس معاه 40 درجة على الكشكول وعلى الواجب وعلى النشاط وعلى مش عارفة التقييمات والكلام ده. فمعنى ان المدرس معاه 40 درجة يبقى انا ايدي رقبتي تحت ايد المدرس، فنطلع عين ابوه بانه يشتغل كتير فنديله دروس عند المدرس ده. فلا، مش كفايه برضو، انا مش حاسس ان عينهم طالعه قوي، يعني انا عايزه احسسهم بالمرار الطافح. يبقى العيل مثلا في رابعه ابتدائي كده ولا حاجه، واحسسه باحساس الثانويه العامه، ان هو ايه بقى، وصل لان خلاص يعني نديله بقى تقييمات كل اسبوع، وامتحان شهر، وامتحان نص سنه، وواجب بقى كل يوم مدرسي كده. ده احساس الثانويه العامه في البيت يبقى متكهرب بقى. فاحنا بنحسس الطالب من دلوقتي، من وهو في ابتدائي، ان هو في ثانويه عامه، عشان اللي عايز ينتحر ياخدها من بدري، او تجيله تناحة على ان السحل في التعليم ده حاجه عاديه. فمن دلوقتي هم ثانويه عامه. انا مش عارفه بجد، هو ايه اللي بيحصل فينا ده؟ التقييمات الاسبوعيه دي ايه ليه انا عايزه اعرف ليه في مدرسين يعني جزاهم الله خير، يعني بيدينا التقييم كده ويقول لنا حلوه في البيت. طب انا استفدت ايه؟ وفي مدرسين جزاهم الله خير برضو بيدوا له التقييم في المدرسه للطالب يعني، وبيحلها في المدرسه. انا لا هنا استفدت ولا هنا استفدت. ليه بقى؟ لان اللي بحله في البيت ده انا اللي بحله كأم. الامهات هي اللي بتحل التقييمات اللي بتروح البيت دي، هو بيبقاش بيحلها. فكده انا ما استفدتش حاجه، لان انا ما استفدتش تعليم كده. ولو انت بتديله في المدرسه التقييم، ما انت خدت من وقت الحصه. طب ما يبقى انت هتديله تقييم وتصحح التقييم، يبقى الحصه راحت، يبقى فين الدرس اللي اتشرح؟ في الحالتين انا مش مستفاده حاجه، الطالب مش مستفاد حاجه. السحله اللي احنا فيها والمرار اللي احنا فيه ده زايد. موضوع التقييمات بتاعت كل اسبوع دي يعني موضوع فاشل، ملوش اي 60 لازمه خالص، ما بنستفادش منه بحاجه. يا بيضيع لنا وقت الحصه، يا بنروح نعمله في البيت والام هي اللي بتعمله. حتى الواجبات اللي المفروض في الكشكول المدرس هيصححها بكره ولا هيفتش عليها بكره. اولا هو عنده وقت في الحصه يفتش على واجبات؟ ثانيا الام برضه هي اللي بتعملها. انا بنتي كانت بتاخد درس ماس وانا بحللها تحت واجب عربي وانا مستنياها يعني. الامهات هي اللي بتعمل الكشاكيل، يعني المفروض تدونا احنا كامهات الدرجات. ليه الوزير يحط في ايد المدرس 40 درجه؟ ليه 40 درجه؟ اللي هي الكشكول والتقييم والحضور والسلوك، 40 درجه. وتخيل امتحان الشهر اللي هو اصل كل الموضوع، هو ده اللي هيعرفني اصلا مستوى ابني، ده عليه 5 درجات، ده من ضمن ال40 درجه. بس تخيل ان امتحان الشهر ده اهم حاجه عليه 5 درجات، والباقي 35 درجه. الباقي ده اللي هو السلوك والحضور والكشكول والتقييم والنشاط والمهلبيه دي كلها. ليه تحط لي في ايد المدرس 40 درجه؟ في مدرسين بعض المدرسين ما عندهمش ضمير، يعني يا تاخد معاه درس يا يحطك في دماغه ال40 درجه دول والله ما انت شايف منهم نص درجه. مش في كده؟ في مدرسين كده، والمدرسين دي من زمان ومن ايام ولادنا الكبار ومن ايامنا احنا في مدرسين بالشكل ده وبالنوع ده. ليه انا ابقى تحت ايده رقبتي؟ من حقه بقى ما يدينيش ولا درجه من ال40 درجه دول، حتى لو انا شاطر ولو انا كويس انا مش على مزاجه بقى. النوع ده من المدرسين يعني مش على مزاجه، دم تقيل على قلبه، يروح مش مديني ال40 درجه. فانا كده محتاج 60 درجه في امتحان الترم. طب هو في طالب هيقفل ال60 درجه؟ ده انت حتى ممكن يبقى مجاوب كويس بس خط وحش فينزل كام درجه. سؤال فهمه غلط فحله غلط، سؤال مش عارف اجابته، فانا اكيد مش هيقفل يعني. فانت لما تحط رقبتي تحت ايد المدرس اللي ما عندوش ضمير، بعض المدرسين اللي ما عندهاش ضمير، عشان ما تدينيش درجاتي كويس، اللي هم ال40 درجه دول ما اعرفش احصل على حاجه منهم او احصل على نصهم بس، واجي في الامتحان اللي هو الاصل بقى والاساس برضو ما اعرفش اقفل، يبقى انا كده ضعت.
يبقى هي دي السنه دي بالنسبه لي ثانويه عامه، محتاج بقى درجات ومحتاج النص درجه ومحتاج ال1%، ده ثانويه عامه كده. انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ ليه مش امتحان شهر وامتحان ترم بس؟ ليه؟ خليها ترم بس، لكن تقييمات كل اسبوع. ده في مدرسين بتعمل التقييم باليوم يا سيدي. ليه 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 ليه؟ امتى المدرس بيلحق يدي التقييم ويصححه ويفتش على الكشكول اللي هو اصلا هيحط عليه 5 درجات برضو، الكشكول بتاع الواجب، وبيفتش على النشاط. المدرس عنده هي الحصه عندكم كام ساعه؟ هي الحصه يعني مدتها قد ايه؟ 3 4 ساعات مثلا. ما انت لما تمسك مثلا الفصل 50 طالب، تفتش على كشاكيل الواجب كله عشان تدي درجات الواجب، وتفتش على كشاكيل النشاط وتدي تقييم وتصححه، ولسه بقى هتشرح الدرس اصلا اللي هو المفروض يتشرح النهارده، او تكمل درس المره اللي فاتت. طب يبقى ازاي؟ وقتها قد ايه الحصه اللي هتسيع كل الحاجات دي؟ المدرسين كمان تعبانه عشان تبقوا عارفين، مش ما عندهمش وقت يلحقوا يدوا تقييمات ويفتشوا على الكشاكيل ويشوفوا مين ما عندهمش. ده لو كل طالب خد 5 دقايق في الكشكول وفي التقييم وفي تصحيح تقييمه، كده احنا خدنا في 50 طالب 250 دقيقة. خدنا كام دقيقة؟ ده احنا كده خدنا كتير قوي، كتير. مش عارفة دي تضرب كام في كام دي. فمدة الحصة مش هيسيع كل ده. المدرس هيبقى عليه عبء كبير انه محتاج يوفر ويخلص كل المأمورية المطلوبة منه، ده ان هو يدي تقييم ويشرح ويصحح والكلام الفاضي ده. الام عليها عيب انها مسحوله مع ابنها، انها لازم تذاكر له عشان في تقييم كل اسبوع، عشان في امتحان كل شهر، عشان تعرف مستوى ابنها في السحله دي عامل ايه. الاب طالع عينه عشان عمال يشتغل 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 عشان بندي دروس في كل المواد. لا، احنا مش بندي دروس وبس، احنا بندي دروس وبنتفرج على فيديوهات على اليوتيوب وبنقعد نذاكر. اليوم عندنا فيه قد ايه؟ عشان هو احنا عندنا عيل واحد طيب؟ يعني اللي عندها طفل واحد بس بتشتكي وبتقول مفيش وقت، امال اللي عندها 2 ولا 3 ومحتاجه تعمل كل ده مع نفس ال3 ولا ال2 دول، هتجيب وقت منين لكل ده؟ نسبه الطلاق هتعلى يا جماعه بسبب التربيه والتعليم. يعني بسبب التعليم ده وقرارات الوزاره الغريبه دي نسبه الطلاق هتعلى. ليه بقى؟ ان الاب هيجي من الشغل طالع عين اهله، اول ما هتشوفوا الست هتقول له ايه؟ هات فلوس الدروس، هات فلوس الكتب الخارجيه، هات فلوس مش عارفه ايه. هيزهق منها. ده غير ان هو هيجي اصلا فين الاكل؟ لا ما لحقتش اعمل اكل، اصل كنت بودي الدرس بودي المدرسه وكنت بذاكر، اصل ما لحقتش اعمل اكل. فهنا الاثنين هيمسكوا في شعور بعض وهيتطلقوا. كل ده بسبب ايه؟ ان وزير التربيه والتعليم عمل قرارات مش مدروسه، معرفش عاملها الناس فاضيه ما عندهاش عيال، مش عارفه بصراحه مين اللي ينفع يعيش في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي. والناس اللي بتقول انتوا كده متدلعين، انتوا عايزين عيالكم مش عارفه ايه، حاسين ان شكاوينا دي يعني شكاوي ناس فافي وناس متدلعه ومش عارفه ايه. لا، تعالى انت عيش في نفس الوضع بالظبط. يا عم انا الناس اللي بتقول ان احنا متدلعين دي، خد بنتي قعدها عندك اسبوع اسبوعين كده وشوف انت هتلاحق عليها دروس، مصاريف دروس ووقت وجهد رايح جاي ومذاكره وتقييمات وامتحان شهر. كل ده هيبقى عادي، مفيش ضغط نفسي عليك وعلى الطفل اللي انت رايح جاي بيه ده. العيال دلوقتي رايحه المدرسه عامله زي اللي بتجري على اكل عيشها، والله العظيم عامله زي الراجل اللي طالع يجري على اكل عيشه. عارفين الراجل لما كان بيبقى البيت مثلا الشغلانه بتاعته مش مقضيه فبيضطر يشتغل شغلانه تانية؟ اطفالنا كده شغلانتها الصبح المدرسه، بعد الظهر الدروس، بتشتغل شغلانتين ويا ريت باجر. مفيش اجر ومفيش فهم عشان تبقوا عارفين. يعني السحله اللي احنا فيها احنا وعيالنا، العيل ما بيستوعبش قوي اللي بيتشرح له. يعني الناس وكمان في حاجه تانية صح، موضوع الفترتين دول اسوأ قرار اتخذ على مستوى العالم، على مستوى الزمان، على مستوى الدنيا. موضوع الفترتين دول، لان الفتره التانية دي يعني مهدور حقها بطريقه غريبه جدا. لو هنعمل فتره تانية نعملها بس من غير امتحانات ومن غير تقييمات وينجحوا كده زي ايام الكورونا وكنا بننجح كده. الفتره التانية دي تنجح كده بالعفو الرئاسي، تنجح كده. ليه بقى؟ لان الفتره التانية دي ما عندهاش وقت تذاكر، تروح مدرسه وتروح دروس وبس. دي لا نعمل لها امتحانات ولا تقييمات ولا درجات وتطلع كده.
تنقل على السنة اللي بعدها كده بالحب والمحبة. لا لا، ما عندناش وقت، احنا فترة تانية اهو، احنا فترة تانية، ما عندناش وقت، ما عندناش وقت